أهلا بيكم من جديد. الأصدقاء بيخونوا الأصدقاء، والإخوات بيخونوا الإخوات، واللي بيحبوا بعض بيخونوا بعض. جملة غريبة محتاجة توضيح، مش كده؟ تعالوا نوضحها سوا. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. في مقالة على موقع سايكولوجي توداي بعنوان الخيانة والعلاقات الإنسانية، بدأت بالجملة اللي قلتها في البداية، وبعدها وضح الكاتب دكتور جاك تشافر وقال إن الخيانة ممكن تحصل في جميع العلاقات. وضح دكتور جاك كلامه وقال إن كل ما تكون شدة العلاقة قوية هتزيد شدة الضغط العاطفي اللي ممكن يحصل على الخيانة. يعني إيه؟ يعني ببساطة العلاقة بيننا وبين الطرف التاني قوية وحصل خيانة منه، ده بيخلي الضغط العاطفي أو الألم الناتج عن الخيانة دي أكبر وأعمق. وضرب الكاتب مثال بسيط يوضح النقطة دي، وهو لو في بايع بمنتج معين كذب عليك في صفات المنتج اللي بتشتريه وفعاليته، هو كده عمل خيانة، بس هتكون آثار الخيانة دي بسيطة عليك، وده لأن علاقتك بالبائع كانت قصيرة جدا. لكن على العكس من ده، إذا خانك شريكك في الحياة فإن آثار الخيانة دي ممكن إنها تشكل صدمة شخصية كبيرة وألم عميق. كمان أكد الكاتب إن بدون الثقة دي لا يمكن إن تحصل الخيانة، وفسر ده بإن الأشخاص الوحيدين اللي يمكنهم خيانتك هم الأشخاص اللي أنت بتثق فيهم. وبيزداد التأثير العاطفي أو الألم للخيانة مع زيادة مستوى الثقة اللي عندك في الشخص اللي خانك. والحقيقة ده كلام منطقي جدا، لأن لو كنت بثق في شخص ما جدا ومتوقع إن هو حد أمين مش خاين وحصلت خيانة منه، وقتها جزء كبير مني هيتحطم أو يتألم بشدة نتيجة صعوبة الموقف وإن الثقة اتكسرت فيه بعد ما كنت حاطة فيه كل أملي. قال كمان إن لما بيتعرض الناس للخيانة فهم غالبا بيسعوا سواء كان بوعي أو من غير وعي إلى الانتقام، وده لأن النتيجة للخيانة دي اللي حصلت بيتزعزع فجأة استقرار عالم الشخص المخدوع، واللي بيسبب غالبا الحزن والشعور بالخسارة والاكتئاب. فبيكون الانتقام هو شكل من أشكال العدالة أو الإنصاف اللي ممكن من وجهة نظر الشخص إنه يرجع استقرار العالم بتاعه من تاني. ووضح دكتور جاك إن الانتقام مش حل سليم أبدا، وإنه مش بس ممكن يدمر الطرف التاني زي ما احنا فاكرين، ده ممكن يدمر الشخص اللي بيسعى للانتقام نفسه، وإن الانتقام بيخطف الطاقة الشعورية اللي عندنا واللي ممكن نوجهها بشكل أفضل ونشتغل ونركزها على شفاء روحنا وذاتنا. احنا عشان نتعافى من عواقب الخيانة دي وبعدها البحث عن علاقات جديدة في حياتنا أكتر استقرار وثقة وأمان، يعني نبدأ من جديد وما نوقفش حياتنا على اللي حصل. كمان في احتمالية تانية نتيجة لتعرضنا للخيانة، وهي الخوف من التعرض للأذى مرة تانية، فنتجنب التعرف على أي شخص تاني ونخاف نثق فيه من جديد. أيوة، هي التراست ايشوز، وده لأن غالبا ما بيبني الشخص المخدوع جدار حواليه لمنع الناس من الاقتراب منه، وغالبا ما بيفشل الأشخاص اللي بيستخبوا أو بيخافوا من تكوين علاقات جديدة إن علاقتهم تكون عميقة مرة تانية، وده كمحاولة منهم لتجنب احتمالية إنهم يتخانوا تاني في المستقبل. وغالبا فيما بعد هيعانوا من الوحدة والعزلة، لأن بالنسبة لهم ألم الوحدة والعزلة أقل شدة وتأثير من ألم الخيانة. حد هيقول لي طب وليه أصلا حد ممكن يخون؟ الحقيقة أنا ما عنديش أي تبريرات ممكنة لسلوك زي الخيانة، وده سؤال يتسأل فيه الخاين نفسه وبس، لكن بالنسبة لي أنا الخيانة سلوك لا يبرر، وعشان كده أنا بعرض الموضوع بشكل موضوعي علمي وببعد فيه عن أي تبرير لسلوك مؤذي زي الخيانة. نرجع لموضوعنا من تاني. ضروري نفهم في رحلتنا في الحياة إن أي إخفاقات أو ألم مرينا بيه في الماضي بيأثر وبيشكل إرشادات لينا وفهم للسلوك المستقبلي اللي هناخده في أي تجربة أو مرحلة جديدة في حياتنا.
وفي الآخر ومن خلال أسلوب التجربة والخطأ بيكتشف الناس اللي بيصلح ليهم وإيه اللي مش بيصلح لهم. والتعرض للخيانة ممكن يكون جزء من عملية التعلم دي. طيب دلوقتي بعد ما فهمنا أكتر عن الموضوع، هل في أي خطوات نقدر نعملها عشان نتغلب على ألم الخيانة؟ في مقالة تانية على موقع سايكولوجي توداي وضح دكتور بروس واي خطوات نقدر نتخذها عشان نتخطى الألم، زي الاعتراف بوقوع الخيانة وتصديقها مش إنكارها. إن نكون مدرك لحجم الخيانة وتأثيرها ده شيء ضروري، وإننا نتخلص من أي آراء مثالية أو إيجابية سابقة عن الخاين، وده لأن الخيانة بتكشف لك مين هو الخاين فعلا على حقيقته. كمان مهم إننا نمارس الرعاية الذاتية والاعتناء بأنفسنا، وإننا نحافظ على صحتنا ونمارس الرياضة ونبعد تماما عن حبس أنفسنا في البيت، وإننا نستسلم للألم والغرق في الحزن. أيوة ضروري هنحزن في البداية ونتألم، وده شيء طبيعي يحصل ونسمح لنفسنا بيه، لكن ما نغرقش فيه ونكتئب ونبعد عن الكل كأننا بنهرب من كل حاجة حوالينا. كمان ممكن نسمح لناس بنثق فيهم وفي حكمتهم ورأيهم إنهم يساعدونا ويسمعوا لينا وينصحونا ويمنعونا من الوقوع في نفس الأزمة دي مرة تانية. ضروري جدا كمان ما نلومش أنفسنا أبدا على الخيانة، لأن الإنسان الخاين ممكن يحاول يرمي اللوم عليك ويبرر خيانته ويتهمك كمان بأي حاجة علشان يخدعك وتصدق إن المشكلة فيك أنت. بس الحقيقة إن ده مش صح أبدا، وسلوك زي الخيانة سلوك غير مبرر ولا ليه أي دخل ولا علاقة بيك أنت، لأن بيكون في طرق كتير لإصلاح العلاقة بتاعتكم والاستثمار فيها، لكن الخاين بيتجاهل الطرق والحلول دي ويروح لطريق الخيانة. يبقى ما نتخدعش بألعاب الخاين. كمان ضروري جدا تقطع علاقتك مع الشخص الخاين تماما وتبعد عنه، لأن إعطائه فرص تانية ممكن تؤدي لنفس النتيجة من تاني وخيانة جديدة، أو على الأقل لو حبيت ترجع وتكمل ويحصل تصالح معاه من جديد، إنك تمر بتجربة تعافي الأول من الألم اللي حصل لك قبل ما تفكر تعطي فرصة تانية أو تفتح صفحة جديدة. ضروري كمان نخرج من دور الضحية والألم ونبدأ نفكر بشكل منطقي إزاي نقدر نتفادى تكرار الخيانة دي، ونحلل اللي مرينا بيه والسلوكيات كلها بشكل منطقي وواقعي عشان في المستقبل ما نتعرضش لنفس الألم. وكمان الخيانة ممكن تكون علامة ليك على إنك مكنتش مصر بالقدر الكافي على الحصول على اللي محتاجه أو تستحقه في علاقتك بالطرف الآخر. ضروري برضو نعيد ترتيب أولوياتنا ومنزلة الأشخاص جوانا، ونشوف حجم ومستوى الثقة فيهم ونصنفهم بشكل منطقي، ونحط كل فرد طبقا لأفعاله معانا في مكانه السليم. ضروري في النهاية ما نسعاش للانتقام من الخاين زي ما قلنا في البداية، وإننا نركز طاقتنا على إعادة بناء أنفسنا إحنا من تاني. وأخيرا، بالرغم من إن الخيانة بتعتبر من أصعب التجارب اللي ممكن يمر بيها الإنسان، لكنها ممكن تعطينا دروس عظيمة وفرصة للنمو والتغيير. وزي ما عارفين إن الأزمات والآلام بتخلق مننا نسخ أقوى وأفضل في حياتنا الجاية. كمان ضروري لو تعرضنا للخيانة إننا نخرج منها أقوى وأكتر ثقة بنفسنا، وتقدر تكون درس لينا على تجاوز المحن والصعوبات، وخلينا نشوفها على إنها نقطة انطلاق لبداية جديدة نعيد فيها تقييم علاقاتنا ونختار بحكمة الأشخاص اللي يستحقوا مكان في حياتنا. وده لأن الإيجابية بتكمن في إدراك إن كل تجربة مهما كانت مؤلمة هي خطوة نحو حياة أكتر وعي واستقرار. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. مستنية تعليقاتكم واستفساراتكم، واكتبولي مواضيع حابين إن أناقشها في الحلقات اللي جاية. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.